ازاي هنلعب البنك النهارده؟ ازاي هنقدر نكسب البنك الاهلي النهارده، وبالذات انه معاه مدرب زي ايمن الرماد؟ عنده نمط لعب واضح من السنه اللي فاتت واللي قبلها، ولما جه مسك الزمالك هو النمط واحد. ايمن الرماد بيعمل فرقه تكتيكيه صح، بتهاجم قدام اي فرقه، بتعمل ضغط عالي قدام اي فرقه كده كده ممكن تسجل، وكده كده ممكن يسجل فيه عادي خالص. لا وكمان جاهزين بدنيا، انتوا متخيلين يعني ايه؟ في اتنين دلوقتي، اتنين نوعين من جمهور نادي الزمالك شايفين ان الزمالك احنا مكبرين الموضوع، ان الماتش سهل، انت فرقه خسرت من اسمنت ابو قير. بس انت شفت الاحصائيات، شفت الاستحواذ 80%، عاملين 28 فرصه، ده لولا جنش شال 9 اجوان ولا حاجه. كانوا بيقول لك في الماتش دوت يعني جنش عمل مباراة العمر قدام البنك الاهلي. الناحية التانية بقى بيقول لك ده ماتش صعب، وماتش هيكون تقيل، وايمن الرمادي وياسر ريان موجود، وعندهم حاجة انوري كده في القدام ومتولي، وعندهم. هو ماتش بقى، خدها مني، ماتش صعب على نادي الزمالك. انت هتشوف ماتش فيه تكتيك عالي، التفاصيل الصغيرة هي اللي هتكسبك المباراة، ولا اكتر ولا اقل. انت هتقابل مدرب بيعرف يلعب الماتشات الكبيرة، عنده نمط لعب معين بيقلل الفوارق بالنمط اللعب. فرقة بادئة اصلا فترة الاعداد قبلك بكتير، انت عندك مشاكل بدنية. عشان كده بنقول ان الزمالك لازم يلعب دفاع في المباراة ديت، ويسيب وما يسيبش مساحات وراه، وانه يلعب على الهجمة المرتدة عشان يقلل اصلا الجري بتاع اللعيبة، ان يكون كل واحد واقف في مركزه، واقف كل واحد واخد نقطة ليه، عشان اللعيبة ما تجريش كتير، ما نفقدش البدني بتاعنا بدري، عشان نقدر نلعب ال90 دقيقة. الزمالك يعتبر ما عملش فترة اعداد. كل دي مكاسب يعتبر للبنك الاهلي. فرقه برضك هتعرف تلعبها، تعرف تكسبها، تعرف بتفاصيل صغيره تضحك عليها وتخلص المباراه. فقوه البنك الاهلي متماثله في ايمن الرمادي، اللي مدرب عنده هويه تكتيكيه، بيعرف يلعب قدام الفرق الكبيره، ليه نمط هجومي معروف. فاهمني؟ بيلعب على الهجمات المرتده، عنده لعيبه مهاريه وسريعه. فرقه متجمعه من السنه اللي فاتت، بتعرف تلعب كوره. عندهم واحد زي ياسر ريان، لاعب بيعرف يخرج بره ال 18، بيعرف يخش جوه ال 18، بيعرف يجيب اجوام برجله اليمين بالشمال بدماغه، من احسن المهاجمين الموجودين اصلا في الدوري المصري. ياسر ريان ده بيلعبوا على الهجمات المرتده، وان ينقلوا الكره بسرعه، بيلعبوا ب 3-4-3، بيلعبوا لما في حاله الدفاع باربعه. مودي ناصر بيخش رابع في نص الملعب، وبيسيب مساحة للناس بتوع الأطراف، وبيلعب على هجمات المرتدة، بيطير الأجنحة. كل ده موجود في البنك الأهلي. ازاي الزمالك يلعبهم؟ زي ما أنا بقول لك، إن الزمالك يلعب على الدفاع، احنا ورا الكورة مستنيين احنا نهاجم، نسيب لهم، نعمل ضغط بس متوسط. عندهم مشاكل بطلوع الكورة، وبالذات علي حمد في نص الملعب عنده مشاكل كتير في طلوع الكرة، وبيتقطع منه الكرة بسرعة. عندهم مشكلة في الارتداد الدفاعي، ما بيرجعوش بسرعة. عندهم مشكلة أصلا في نقل الهجمة من خط الدفاع لخط الهجوم. في الحتة دي ممكن تضغط عليهم. اللي أنا بقوله لك اسمعه، دي اللي المفروض الزمالك يعمله، اللي احنا نلعب ب3 في خط الدفاع، في خط نص الملعب، اللي احنا نقفل المساحات، اللي احنا لازم نغطي بين الباكات. عشان كده تشكيلة نادي الزمالك لازم يكون فيها المهدي سليمان، محمد اسماعيل الونش، عمر جابر، بنتايج، عشان خط الدفاع، عشان هم هجوميين اكتر منك. اللي احنا نلعب ب3 في نص الملعب، اللي انا بقول لك ادم كايد، هنلعب بربيعة لو هو جاهز المفروض، يعني رقم 6 محمد شحاتة، اللي احنا نقفل خالص المساحات، اللي احنا نلعب بين الخطوط بتاعتهم، اللي احنا نلعب على الهجمات المرتدة، على السرعات، اللي احنا نلعب بحسام اشرف كمهاجم، ونلعب بشيكو بينز عشان سريع، عشان احنا نلعب على الهجمات المرتدة، نلعب بالدباغ الناحية التانية. مضطرين اللي احنا نلعب بيه، مفيش حد تاني. اما انا مش عاوز اشوف ناصر بقى بسبب تقله، لا لازم يركز، ولازم يرجع لمستواه، ولازم يرضي الجمهور ويرضي الجهاز الفني عشان يلعب. مش عاوزين نشوف شريف
كتر خيره قد كده، يقف بقى على الدكه لغايه ما نشوف هنفتح القيد ازاي ونمشيه ونجيب لعيبه تانيه. فالزمالك لازم يستغل كل اللي انا بقوله لك ده احنا نلعب على الهجمات المرتده، اللي احنا نعمل ضغط متوسط في نص الملعب، اللي احنا نحاول نضغط على علي حمدي عشان ما يطلعش بالكوره صح ونقطع منه الكرة في المنطقة دي. احنا هم فرقة اصلا هجومية بتحاول تهاجم، اللي احنا نحاول نقطع الكرة من ورا ونعمل نقلة بسرعة سريعة بكرة طولية ورا المدافعين لانهم بيسيبوا مساحات. فرقة هجومية بتلعب على الهجوم، تفكيرها هجومي. واحنا بقى ما نجريش شوية، يعني ايه، نسيب لهم الكرة ونقفل المساحات ونلعب بين الخطوط بسهولة. نعمل نفسنا احنا الاندر دوج كده، احنا الخايفين هم الفرقة الاقوى. نلعب على الهجمات المرتده كده، بنلعب بره ارضنا كده في افريقيا في الهادي منه. ما نسيبش مساحات ورا الاجنحه بتاعتنا وورا الباكات بتاعتنا، ما نسيبش مساحه في نص الملعب احنا اللي نضغط عليهم. نقرب المسافات من بعضها، ما نسيبش مساحات بين المدافعين والجون عشان عندهم اتنين صراع.